يعني حديث كتاب الله وسنتي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي ضعيف. لكن في الحديث الذي إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لفظ وسنتي في هذا الحديث ضعيف. كتاب الله وسنتي يعني هو في الصحيحين، قطعا في الصحيحين، وقطعا في المسانيد وفي السنن والمشيخات والمعجمات، في كل الكتب حديث متواتر. كلا، هذا حديث ضعيف لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه. أيها الإخوة، لم يخرجه واحد من أصحاب الكتب الستة. ستصدمون الآن طبعا، ولا بد أن تصدموا، طبيعي أن تصدموا. هذا الحديث كتاب الله وسنتي ليس في واحد من الكتب الستة ولا في واحد من الكتب الستة. رواه مالك بلاغا بلا إسناد، بلغني أن النبي قال تركت فيكم، بلغني بلا سند. ورواه غيره أيضا مرسلة كالطبري أيها الإخوة في تاريخه، مرسلة، وأسنده بعضهم لكن في سنده مقال، بعضهم جازف بتصحيحه ولكن هناك مقال في تصحيحه. أما الحديث المخرج في صحيح مسلم أيها الإخوة وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وعشرات الكتب بأسانيد على شرط الشيخين، أسانيد صحيحة، ويكفي أنه في مسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا لا نسمع به، وإن سمعنا به نقول حديث شيعي. هذا عند الشيعة، نعم عند الشيعة، لكنه عندنا في صحاحنا. لماذا لا يتكلم بهذا الحديث؟ لأن المؤامرة الأموية مستمرة إلى اليوم على أهل بيت النبي. انتبهوا، هذا ما يصدم، هذا ما يصدم ويمرر ويكبد، يصيب الإنسان بالصدمة أيها الإخوة، بالمرارة، بالكباد. كيف دأبنا على أن نتلو حديثا لم يصح آناء الليل وأطراف النهار، في كل منتدى ومجمع، في كل خطبة وموعظة، على أنه لا يصح أيها الإخوة إلا بعد اللتة واللتية. ونضرب الذكر صفحا عن حديث في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث زيد بن أرقم، وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، كتاب الله وعترتي.